حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنعرف طريقة تنظيف الحمام بطريقة سهلة وبسيطة. لان دايما احنا كنساء بنحب دايما الطرق السهلة للتنظيف. خلاص. ولو عندي معلومة بفكوا بيها، اوكي، لو انتوا عندكم معلومة تفيدوني بيها ببقى سعيدة بيها جدا، وما بزعلش من الانتقاد المحترم. تمام. بصوا دلوقتي انا اول حاجة طبعا غسلت، زعفت اي سقف لازم تزعفيه كويس جدا. خلاص، زعفت السقف بتاع التويل كويس، خلاص، بالزعافة. تمام. وبعدين مسكت الاسبونشة او الليفة بتاعتك وفيها الجنرال، ماشي، وشوية خل، وبتبتدي تدعكي على الحيطان بايدك كده اهو لغاية المسافة اللي انت تقدري عليها. تمام. لغاية ايه المسافة اللي انت تطوليها. انا بالنسبة للبانيو هنا انا ممكن اطول لغاية السقف فوق. ليه؟ لاني انا بقف على البانيو واكمل. خلاص. انما لو حتة تانية، يعني لو ورا كده في التويلت من الجنب التاني، ممكن ما طولش. فانا لو ما طولتش بعمل ايه؟ انا قبل كده استعملت الشرشوبة الدورة دي معاكم، بمسح بيها الارض. قلتلكوا هي فيها غيارين. خلاص. الغيار اللي بمسح بيه الحيطان غير نهائي الغيار اللي بمسح بيه الارض. تمام يا حبايبي. طيب الغيار اللي بمسح بيه الحيطان بعمل ايه؟ اول مرة اول مرة ببلها في مية وجنرال. تمام. وابتدي ادعك السقف بتاعي من فوق كده، وافضل ادعك بيها. خلاص. بعد كده انتي بتشطفيه. مش عايزه مثلا تغرقي الدنيا ميه او في كهرباء على الحائط بتاعك، يبقى بتجيبي قماشه مبلوله شويه كده وتمسحي بيها الحيطه، وقماشه تانية ناشفه بتمسحي بيها الحيطه. خلاص. وبتنضف معاكي الحيطه وتبقى زي الفل، زي كانك بالظبط غسلتيها بالاسبونج. لان دايما الاجزاء اللي تحت ما بتبقى فيها عدم نظافة اكتر شوية من اللي فوق، فاللي فوق مش هتاخد معاكي مجهود في التنظيف. تمام. بس بعد ما خلصت الحيطان على طول تشطفي فيها على طول. يبقى عندك دش زي ده تشطفي بيه، او الدش بتاع في هنا بيبقى فيه دش ده صغير وده دش كبير. الدش الصغير ده عملي جدا على فكرة، وبينفعني قوي قوي قوي. انتي لو عروسة بتجهزي شقتك هاتي النوع من الدش دوت، بيبقى فيه واحد صغير واحد كبير، غير الخلاط. انا بتكلم في واحد تاني متعلق في ايد الدش. خلاص. غير اللي فوق دوت، غير الخلاط ده، عملي جدا وحلو جدا وانتي بتنضفي التويلت بتاعك. تمام. بشطف الحيطان كلها، وزي ما قلت لكم اللي فوق بنضفها ازاي. بنزل بقى بعد كده على الحاجات بتاعتي دي. جلسة حاجة زي كده بتبقى حتة بين البانيو وبين الحيطة، فمش بنسيبها يعني ما فيهاش حاجة. فدايما اللي بيبني البانيو فبيعمل دي معاه. خلاص. بتنفع اللي انتي بتعلقي، بتحطي شامبوهات، بتحطي ادوات نظافة. انا دايما احط عليها ادوات النظافة بتاعتي. انما الشامبوهات والحاجات دي برفعها فوق، لان ولادي فظاع جدا، لو قدامهم اساسا مش هلاقيهم، يعني هلاقيهم خلصانين كل يوم هنجيب شامبو فبرفعهم فوق احسن يعني. فبالطريقه ديت، عايزه تفرشي حاجه على الجلسه دي فرشي، مش عايزه اوكي براحتك. هي لونها اسود وشكلها جميل، انا عاملاها يعني ماشيه مع الارض وكده، بس انا احب احط حاجه فوقيها علشان هي سمرة. يعني ما بتبقاش دايما يعني لو جه عليها ميه او كلام من ده بعد الدش او كده، احسن لي انا المفرش لو اتمسح احسن، اللي انا كل شويه ادلق عليها ميه وبهدل الارض ميه. خلاص. آه ايه تاني؟ طبعا انا قلت لكم كان انا عندي كذا غيار في الستاير. تمام. فجبت الغيار دوت من الستاير وغيرته وركبته، طبعا مغسوله زي الفل. السخان ما تنسيش، وده من اهم حاجة. ما ينفعش الحمام بتاعك يبقى نظيف ومثلا سخان زي ده مليان تراب من فوق، يبقى المنظر قبيح. خلاص. يبقى انتي بتشتغلي على الايه، يعني زي مثلا واحد مهتم بالمظهر العام ومش مهتم بالمظهر الخارجي، مش مهتم بالمظهر الداخلي. دي مهمة جدا اللي انتي تنضفي فيها. تمام. انتي تنضفي السخان ما يبقاش عليه تراب. خلاص.
ايه تاني عملته؟ التويلت والقعده والبانيو بنفس الطريقه الجنرال، والليفه وشويه خل بخال. حبايب قلبي على حاجه جميله قوي انا بستعملها هنا في قعده التويلت، النوع ده اسمه الفيضان الازرق. تمام، ده مطهر، هو الفلاش دوت هو مطهر للتويلت ومنظف ليه. وده بيتحط في السيفون، بتفتحي خزانة المية او السيفون ديت، بتشيلي الغطا وبتحطي المكعب ده. هي العبوة فيها 2 مكعب خلاص. فديت طبعا دي احسن حاجة بالنسبة لي انا بستعملها هنا في التويلت. بس لما مش بلاقيها في السوبر ماركت صراحة بجيب اللي هي بتتعلق في بجيب اللي هي بتتعلق في القاعده من هنا. بس دي الصراحه ما بحبهاش وما بسرحلهاش، يعني بجيبها لما اكون يعني مجبره. انما دوت على طول عندي، اول ما بلاقيه بجيب كميه منه، بجيب كذا واحده كذا عبوه من ديت اللي موجوده في السيفون دلوقتي، يا دوبك بتخلص تحط التاني على طول. اسمه الفيضان الازرق، ممتاز جدا وحلو جدا. كده المية عندي بدل ما تبقى شفافة كده بيدي ريحة حلوة جدا على فكرة برضو، ومطهر وفي كلور وفي كل حاجة. بصوا المية بتنزل لونها ايه جميل قوي، انا بحب جدا. وماما برضو عندي يعني اول ما الاقيه اجيب الكمية اللي في السوبر ماركت ليها انا وماما يعني، فبنحبه جدا انا وهي يعني. ودايما خلي قعدة التويلت مقفولة حتى لو الباب برضو مقفول، وعودي اولادك على كده، حاجة مهمة جدا. عايزة اقول لكم حاجة مهمة قوي، شايفين الفراغات اللي بين السيراميك ديت؟ ارجوكي لو انتي حمامك فاتح، يعني هي يمكن فاتحة عندي عشان الارض سمراء خلاص، لو انتي الحمام بتاعك فاتح هتبقى حاجة يعني فظيعة لو دي لونها اسود. ارجوكي ركزي جدا في الفواصل ديت وانتي بتنضفي الحمام خلاص. يلا بقى نشوف حاجة تانية. بالليفة والصابونة بخلي الدنيا، بالليفة وشوية الجنرال والخل بخلي الدنيا دي زي الفل خلاص. الباسكت او الجردل اللي هو الدوار او اي حاجة، او الشرشوبة العادية بالجرب بتاع ده لازم يتغسلوا يا بنات، لازم برضو هم موجودين يبقوا زي الفل، ما ينفعش يبقوا هما طبعا اكتر حاجة بنمسح بيها فيها تراب، مسح ارض، كلام من ده، لازم يبقوا زي الفل هما كمان، تدعكيهم وتغسليهم، وبالمرة تاخدي باسكت الزبالة وتدعكيه وتغسليه هو كمان. والبساقط اللي بتحطيها، الباسكت اللي بتحطيها في حجرة الاطفال او حجرتك او ايا كان، او اللي هو بتحط في التويلت او كل الكلام ده خلاص. انا عندي برضو كذا فرش تاني بتاع الارض دوت. الفيديو اللي فات كان لونه بينك، كان لونه فوشيا، وكنت حاطه هنا هو ليها تلبيسه للقعده والارض وكده، بس ده ما لقيتش صراحه، ده جديد ما لقيتش فيه تلبيسه للقعده، قعده التويلت، بس عادي يعني مش مشكله، هو جميل اللي هو عباره ده عن شعر يعني لذيذ. ما جبت الشعر قبل كده في الحمام فده ان شاء الله يبقى كويس يعني. المهم ايه، زي ما انتوا شايفين كده التنظيف، وبقى الحمام بتاعي زي الفل. ويا ريت دايما تبقى ايدك في الحمام باستمرار، اكتر حاجه في البيت خلاص تبقى ايدك فيه. دي جرادل صغنونه بتاعتي انا حطاها كده ايه ديكور، واحد بينك واحد لونه ازرق او لبني. هايدي واحمد بيلعبوا بيهم، كل واحد ليه واحد، لما بيدخل يقعد في اللبن شويه بيفضلوا يلعبوا بيه. هنا المرايه بتاعتي خلاص نضفتها وخليتها زي الفل برضو، نزلت كل اللي عليها وغسلتها قطعه قطعه، ونضفت المرايه كويس تمام. وحطيت شويه ايه شويه اللي هي الفناجين اللي كان فيها الزرع والورد والحاجه، شكلها جميل، احنا نضفناها مع بعض يعني. حطيتها هنا كديكور، ما استعملتهاش في حاجه تاني. الحوض بتاعي خليته زي الفل. طبعا بتاعه الصابون دي كلها بتتنضف وتتصبن، اول كل لما بتخلص الصابون اللي فيها انا صراحه بجيب عبوات او شامبو اللي هو الشاور جيل بتاع الجسم، يعني بيبقى ريحته حلوه جدا وخاصه اللوكس. او بجيب انواع تانية اللي هي بتبقى الضغط ديت، اللي هو العلبه بتكفيلي الحجم دوت خلاص. فكل لما اجي ابدل الصابون بغسلها كويس واصبنها كويس كده بالليفه، وبعدين ادلق فيها ازازه الشامبو او الصابون اليد. كان هنا عندي زرعه كده كنت حطاها قبل كده بالفيديو اللي فات، شلتها بقى قلت الدنيا تنور شويه،
حطيت الباسكت، فرشت الارض، خلاص خلصت التويلت ماشي. علقت الفوط، والبشاكير بتتعلق ورا الباب، وكل واحد بيبقى عارف الفوطه بتاعته انهي واحده. تمام كده خلصت يا بنات. وركبت الستاره بتاعت الشباك بالطريقه ديت، هو بيبقى اطقم كده ماشي. كده خلاص، كل سنة وانتم طيبين. لو عجبك القناة اشتركي في القناة، اعملي سبسكرايب، دوسي على سبسكرايب اللي هي المربع الاحمر، وجنبيه دوسي على الجرس عشان يجيلك الفيديوهات بتاعتي وتشوفيها باستمرار. وعايزة تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني وتقويني وتقويني وتديني طاقة ايجابية عالية. وعايزة كومنت جميل زيكم ولايك. شكرا، باي باي.